2000 سلام وتحية لابن بلدي الأصيل جودة عبد السلام. جودة عبد السلام سفير الأمانة والإنسانية في دولة الكويت. شاب بسيط سافر زي أي حد عايز يكون مستقبله، بيشتغل شغلانة بسيطة حارس أمن. المهم جودة عبد السلام كان بيمر زي ما بيمر دايما في البارك بتاع المكان اللي هو بيحرسه، ولقى في النهاية آخر البارك عربية وعليها شنطة. قعد يأمن شوية، قعد يبص مفيش حد عايز يجي ياخد الشنطة. راح يأمن على الشنطة ويشوف فيها ايه قبل ما يرجعها للإدارة. بيفتح الشنطة لقى فيها 10,000 دولار، تخيلوا. ولا ومش بس كده، 6600 دينار، يعني مجمل المبلغ كله حوالي 30,000 دولار. وجودة بيقبض كام يا جماعة؟ يا دوبك 100 دينار في الشهر. خد الشنطة وراح رايح على المدير وقال له انا لقيت دي. قال له مين شافك؟ دي الحتة دي ما فيهاش أي كاميرات. قال له لا، ربنا شافني. قال له في حد تاني شافك؟ قال له كفاية ان ربنا هو اللي شافني. الدنيا هناك في الكويت اتقلبت عليه على قد ايه هو عنده امانة، رغم انه محتاج الفلوس وجاي يشقى ويتعب عشان الفلوس. غيره كان ممكن ياخدها ولا حد شاف ولا حد دري، بس هو متربي على طبلية ابوه وعرف يعني ايه الاصول والتربية. رادع فعلا انسانية. رجع الفلوس فعلا واتعمل معاه لقاء مع المذيع اللي اسمه محمد الملا. الف سلام وتحيه لمحمد الملا اللي عمل معاه اللقاء والقى الضوء عليه. وكأن ربنا اراد انه يبوظ المخطط اللي بيعملوه بعض الناس على السوشيال ميديا هناك في الكويت، ويوريهم مثل حي لابن ناس اصيل متربي يعني ايه الامانه ويعني ايه يرجع الامانات الى اهلها. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس اللي تعرف ترجع الامانات ونربي ولادنا على الصح دايما. وألف سلام وتحية لجودة عبد السلام ملك الأمانة والإنسانية. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.